السؤال الأول للأخت أم أسيل تقول فيه: السلام عليكم، حصل نقاش بيني وبين زوجي وترافعت الأصوات على بعض وأنا لم أحتمل، فقال لي: لا تذهبي إلى أمك وأمي ذاهبة عقل ومريضة وتحتاج إلى زيارتها والاهتمام بها، وفي لحظة رمى علي الطلاق، فما حكم ذلك؟ للعلم هي تقول هي طلقة واحدة. الطلاق طلاق. الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق فالطلاق يقع عليها في أي حال كانت فيه، سواء كانت في حال حيض أو في حال طهر جامعها فيه، أو في حال حمل، في حال طهر لم يجامعها. في كل أحوالها متى ما نطق الزوج بكلمة الطلاق وكان يعلم ما قال، يعي ما صدر منه، يسمع نفسه ينطق بهذه الكلمات، فالطلاق واقع. لكن للأسف هو تحكم الرجال في النساء بحيث يمنعونهن من حقوق الله عز وجل عليهن، فهي مأمورة ببر والدتها كما هو مأمور ببر والده ووالدته، فكيف تبر أنت بوالدتك وأمك وتمنعها من بر والديها؟ هذا من الظلم ومن الجور. وإني أدعو كل من يستمع إلي الآن أن يتذكر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالزوجات هن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان بين أيديكم. اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بين أيديكم، أي أسيرات، هي مأسورة بين يديك. نعود للحديث عن سؤال الأخت أم أسيل يعني كغيرها من النساء، وعندما أتكلم إنما أتكلم على وجه الأغلبية. نحن نعرف أن هناك نساء طاغيات قد أسأن إلى أزواجهن وإلى أنفسهن قبل ذلك، وهناك ظلم من جملة من النساء نحو الرجال، ويأتينا من هذا مسائل كثيرة. لكن عندما نتكلم دفاعا عن حق النساء، لأننا نرى أن الأغلبية المتضررة هي النساء، هي جملة النساء، يعني كما أن هناك ظلما من جملة من النساء نحو الرجال، فكذلك ظلم كبير أكبر واقع على النساء من الأزواج، ولذلك التنبيه في هذا الباب يكون أكثر. فنذكر نذكر الرجال بأن الزوجة التي هي بين يديك هي ليست مملوكة وليست خادمة وليست وضيعة، بل هي شريكة حياتك، هي أم أولادك. أكرمها يكرمك الله، أحسن إليها يحسن إليك الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنها طوع أمرك. يعني إن كنت عاقلا حسنت حياتها، وإن كنت مجنونا أو أهبلا ساءت حياتها وحياتك بالتأكيد. يعني إذا ساءت حياتها ستسوء حياتك أنت بالتالي. الذكي الحصيف هو الذي يحافظ على بيته، بحيث إذا جاء إلى بيته يجد الطمأنينة ويجد الراحة ويجد السكينة، ولا يجد الخصومات والمشكلات والمعاناة، فيصبح في معاناة خارج البيت وفي معاناة في محل السكينة، بدلا من أن يكون بيت السكينة يكون بيت المشكلات والخصومات والنزاعات. الذكي يعرف أن هذا ليس من مصلحته، وبالتالي عليه أن يكرمها حتى تكرمه، وأن يحسن إليها حتى تحسن إليه. هكذا ينبغي أن يكون بيت الزوجية. وهذا الكلام كما هو للرجال أيضا موجه للنساء اللاتي يسئن التصرف نحو أزواجهن، خصوصا إذا رأين منهم نقطة ضعف يعتصرنهم بها. والله أعلم.